تعالَ نتكلم عن البذور الوحش، بذور الحلبة. بذور الحلبة الصديق الأمثل لمرضى السكري. أول حاجة بذور الحلبة فيها ألياف غذائية قابلة للذوبان اسمها جلاكتومانان، ودي بتبطئ امتصاص الكربوهيدرات وبكده بتساعد في خفض مستوى السكر في الدم وتنظيم إفراز الأنسولين. تاني حاجة الحلبة فيها مضادات أكسدة ومواد فينولية سابونينز بتساعد على تقليل الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL، وبتحسن الكوليسترول الجيد اللي هو ال HDL، وده بيبقى له تأثير إيجابي على القلب جدا. تالت حاجة بذور الحلبة بتحسن الهضم جدا، يعني لو بتحس بانزعاج أو غازات أو بطء في الهضم استخدم بذور الحلبة. رابع حاجة حلبة مدر للبن، مفيدة جدا لإدرار الحليب للأمهات المرضى. طيب هنستخدمها إزاي؟ بالنسبة لمرضى الكوليسترول والسكري بناخدها على طريقة المنقوع، بناخد معلقة صغيرة من بذور الحلبة بننقعها في كوباية مية طوال الليل وبنشربها على الريق الصبح. بالنسبة للحلبة كمدير للبن للمرضعات بناخدها مطحونة، بناخد نص معلقة صغيرة من مطحون الحلبة بنحطها في زبادي أو عصير 3 مرات يوميا بعد الأكل. خد بالك لو أنت بتاخد أدوية مخفضة للسكر لازم تتابع قياس السكر بانتظام. الحلبة مش علاج بديل للدواء، هي مكمل غذائي طبيعي ممكن يساعد ضمن نمط حياة صحي. الخلاصة لو بتحاول تتحكم في السكر أو الكوليسترول أو تحسن من الهضم الحلبة ممكن تكون إضافة بسيطة وقوية لنظامك جدا، ومعاها دايما لازم تظبط نمط حياة صحي زي أكل متوازن، نشاط رياضي يومي، وما تنساش المتابعة الطبية طبعا قبل أي شيء.